السلام عليكم. لو لسه بتحتاري في منيو الاسبوع هتغدى ايه، هنطبخ ايه، تابعيني. كل اسبوع بنزل منيو الاسبوع كامل وان شاء الله يعجبك. يلا نشوف منيو الاسبوع النهارده. كان عامل ازاي. اول يوم يا بنات كان عندي سندوتشات كريسبي او بانيه، بحمرها كده وبحب تغيير يعني عن المكرونات وكده. بعملها في سندوتشات كايزر او فينو ايا كان، بحط فيها طماطم وبطاطس وبقطع خيار ودمتم على كده. ممكن تعملي معاها مكرونه او رز بسمتي. تاني يوم معايا كان عندي كيس بامية في الفريزر كده، تايهة في الفريزر، فطلعتها وعملتها. وعملت كمان بطاطس تومية. البطاطس التومية دي انا يعني وجع دماغكم بيها على طول. تمام. هتلاقوها على القناة، بطاطس تومية مملكة أروى. كمان حمرت شوية فلفل كده ايه حلوين جنب الأكل. تالت يوم معايا ده حمام يا بنات محشي رز، وعاملة معاه الرز بتاعه، يعني مزودة في كمية الرز اللي هي الحشو. وخدت الباقي بعد ما حشيت سويتهم كده. بس انا بحب البالون الفاتح كده شويه، يعني مش بزود فيه القرفه ولا بزود فيه التوابل قد كده. وكمان الشوربه بتاعته خطيره وتحفه، ان شاء الله انزلها لكم. عايزه اقول لكم يا بنات ان لون الحمام كده، لاني انا مش بقليه في الزيت، مش بقليه على الطاسه، انا بديله وش في الشوايه كده ايه خفيف، واللون ده بالنسبه لي كويس. رابع يوم معايا كبده اسكندراني، ممكن نعمل جنبها بطاطس محمره، مخلل، سلطة، مكرونات، رز، زي ما انت حابة، بس احنا بنحبها بالرز اكتر، بالعيش اكتر. خامس يوم معايا البطاطس المخللة دي، ان شاء الله هعملها معاكم قريب جدا. بصوا طريقتها تحفة وسهلة، مفيش اسهل من كده، وطعمها ولا احلى من كده. دي بطاطس مسلوقة ومحمرة، وميزتها يا بنات انها لما بتتحمر ما بتاخدش زيت كتير وما بتشربش زيت كتير. وكمان طبق مسقعة كده خطير، طبعا اكلة كلها ضرب نار. وكمان جبنة قديمة او جبنة حادقة بالطماطم، عملتها كده ايه سريعا جنب الاكل. طبعا ده احلى طبق واحلى اكل عملناه في المنيو كله، في الاسبوع كله. سادس يوم معانا مكرونة بالصلصة، وكنت مقدمة معاهم يا بنات كفتة مشوية. عايزة اقول لكم الكمية دي ما شاء الله تبارك الله، كانت عاملة 14 قطعة او 15 قطعة من الكفتة، بربع كيلو لحمة مفرومة. انا هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف، السهم الصغير اللي جنب عنوان الفيديو. هتلاقوا الطريقة بجد تحفة جدا، من غير بقى فول صويا ولا برغل ولا الكلام ده. ممكن تقدميها مع سلطات طحينة او مكرونة او رز بسمتي، زي ما انت حابة. اخر يوم معايا في المنيو كان كبد وقوانص، وعملناها برضو في الفيديو اللي فات، ارجعوا له وان شاء الله تلاقوها بطريقة تحفة وريحة جايبة اخر الدنيا. وكمان المخلل، الجزر والفلفل اللي احنا عملناه مع بعض في القناة، برضو هسيب لكم طريقته. وطبق سلطة وطبق بطاطس محمرة. اتمنى منيو النهاردة يعجبك، وما تنسيش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.